غريبة جدا، إن الملك الحيثي اللي هيعمل معاه مفاوضات السلام بيرسل رسالة من الرسائل بيستهزئ فيها من كلام الملك رمسيس الثاني، وبيقول له: هل أنت تركت وحيدا في ميدان القتال كما تدعي؟ وهل أنت حاربت دون جنودك مثلما كنت تقول؟ معاهدات السلام اللي حصلت ما بين مصر والحيثيين قبل ما تحصل كان في مراسلات ما بين الفريقين. كويس إن بعض المراسلات ده هي لقيناها بالذات من عند الجانب الحيثي وكتبت بالخط المسماري، لغة المراسلات الدولية، الخط المسماري، اللغة اللي عليها اللغة الايه؟ الأكادية، اللي هي اللغة الرئيسية اللي كانت موجودة في البلاد الرافدين. كان عندنا ناس ماهرين بيها وعارفينها كويس جدا، لأن هي كانت لغة المراسلات الدولية. في واقع الأمر إن شباب النعرونة لما جم، بصوا يا شباب اللي حصل، إيه اللي حصل بقى؟ شباب النعرونة لما دخلوا في ميدان القتال تمكنوا من فك الحصار جزئيا عن معسكر آمون وعن الملك. واحنا من ناحية تانية بعتنا مرسال لتحت، المرسال اللي بعتناه لتحت خلاه يسرع لفرقة بتاع وفرقة ايه؟ ست. الملك الحيثي هنا هيلاقي نفسه في ورطة، ان شباب النعرونة جم من الشمال وفرقة بتاع وست جايين من الجنوب. يبقى ايه الحل؟ يبقى الحل ان انا مؤقتا انسحب ارجع للمعسكر بتاعي فين؟ في سفينة نوح. وكان لازم كده كده ينسحب، لان المعارك بتتوقف مع غروب الشمس في منطقة الشرق الادنى القديم. توقفت المعركة في اليوم الاول في خسائر عند الاثنين، خسائر في الجانب الحيثي اللي انضرب الظهر بتاعه بدأ ينضرب، زائد تدخل شباب النعرونة، لكن في خسائر في فرقة آمون وخسائر في فرقة رع. انتهى اليوم الأول للقتال بوجود خسائر عند الجانبين. في معارك الشرق الأدنى القديم اللي يقدر إن هو يواصل المعركة في اليوم الثاني والثالث والرابع هو ده المنتصر. بمعنى إيه؟ بمعنى إن بعد نهاية اليوم الأول من المعركة هتبعت مرسال من عندك وهبعت مرسال من عندي، كل واحد هيقول: هنحارب بكرة ولا تعلن الانسحاب؟ إذا أنت هتحارب بكرة يبقى معنى كده طالما إحنا مستمرين في القتال يبقى محدش انتصر. لو واحد أعلن الانسحاب يبقى معنى كده إن الطرف الثاني هو اللي انتصر. اللي هيحصل إن المعركة هتستمر في اليوم الثاني. النص المصري بيقول إن المعركة هتبقى هنا في جنوب قادش، الحتة دي المستطيل ده، خلي بالك جنوب إيه؟ قادش. اللي هيشترك في المعركة فرقة بتاع، فرقة ست، بقايا فرقتين آمون ورع، زائد شباب النعرون. وهنا من الناحية الثانية الجيش الحيثي. النص المصري بيقول ان تمكن الجيش المصري من الحاق هزيمة منكرة للجيش الحيثي في اليوم الثاني، نتج عنه قتل عدد كبير من هؤلاء الناس. ولكن وده الشيء الغريب ان الملك رمسيس الثاني بيعرض على قواته، بيقول لهم بعد ما انتصرنا عليهم هل نكمل بقى وناخد قادش؟ الرغبة الملكية ان هو عنده الرغبة ان هو ياخد قادش. القوات بيشيروا على الملك ان هم يرجعوا احسن الى مصر، لانه لا فائدة ترجى من احتلال هذه القلعة. او بمعنى ادق النص بيصور ان هم متخاذلين مش عايزين يكملوا المعركة ولا يحتلوا قادش. الهدف من هذه المعركة هو احتلال قادش لم يتحقق. المصادر الحيثية بتقول حاجة تانية، بتقول ان الجيش المصري انهزم في جنوب قادش، وان هم تتبعوا مؤخرة الجيش المصري حتى شمال فلسطين،
وإن الساحل الآموري عاد مرة أخرى لسيطرة الحيثيين، وإن بنتي شينا اعتذر عن ما حدث في السابق وانضم للواء الجيش الحيثي. الآثار المصرية أو بمعنى أدق لما اتعملت الحفاير في منطقة قادش لم يعثر على آثار للملك رمسيس الثاني لا في قادش ولا في جنوب قادش. آخر أثر للملك رمسيس الثاني عند حدود نهر العاصي، يعني تحت شابتورة. المناطق دي كلها غالبا لم تخضع للسيطرة المصرية. نعرف كمان من الوثائق ان بنت شينا اتشال من منصبه واتحط بداله ابنه، وان اللي شاله هو الملك مواتلي. الملك مواتلي اللي هو الملك اللي عمل المعركة مع رمسيس الثاني. خد بالك ان الكلام ده حصل في العام الخامس من حكم الملك رمسيس الثاني. يعني احنا فعلا انا هنا يعني مش هقدر اقول ايه اللي حصل بالظبط، لان يعني واضح كده ان كل طرف كان بيؤكد على ان هو الطرف المنتصر. دي الحته دي ما تهمنيش قوي، انا اللي يهمني ازاي بقى المشكله المعضله الكبرى. قبل ما هتكلم على الخريطه دي خلي بال حضرتك من حاجه مهمه. لم تصور معركه قادش على جدران المعابد المصريه القديمه الا في بدايه من العام العشرين من حكم، واستمر تصويرها على جدران المعابد لحد العام الأربعين من حكم. يعني احنا ما صورناش معركة قادش على طول بعد المعركة، استنينا 15 سنة. ده رقم واحد. رقم اتنين، معاهدة السلام هتتم في العام 21 من حكم الملك رمسيس الثاني. هيتم تجديد هذه المعاهدة في العام 34 من حكم الملك رمسيس الثاني، انه هيتزوج بنت ملك الحيثيين. اسمها ايه؟ اسمها مقاط نفرو رع. في العام 21 كان مواتلي كان مات. اللي مسك الحكم ابنه خاتو سيلي الثالث. اخوه خاتو سيلي الثالث ده كان اخو مواتلي، هو اللي مسك الحكم. حصلت مشكله عند بلاد الحيثيين لما خاتو سيلي ده مسك الحكم. كان المرشح لتولي العرش في بلاد الحيثيين ابن مواتلي. اول ما خاتو سيلي مسك الحكم اصدر قرار باعتقال ابن مواتلي. الولد ده هرب، هيروح ياخد حق اللجوء السياسي فين؟ في مصر. الملك رمسيس الثاني هيقوى هيدي حق اللجوء السياسي لابن مواتلي وهيقعد فين؟ في مصر. الولد ده بقى عامل مشكله لمين؟ لخاتو سيلي الثالث. خلي بالي من حاجه مهمه جدا. ما هي الاسباب التي دعت خاتو سيلي الثالث لعمل معاهده سلام مع الملك رمسيس الثاني؟ رقم واحد، أسباب كتير. رقم واحد، إن مصر وبلاد الحيثيين الاثنين انهكوا في المعارك الحربية، لأن هم هيحاربوا بعض في العام الثامن وفي العام العاشر وفي العام ال11. دي مش المعركة الوحيدة اللي حصلت ما بين الطرفين. الخامس والثامن والعاشر وال11. رقم اثنين، في جفاف ضرب منطقة الشرق الأدنى القديم، والجفاف ده وصل لبلاد الأناضول وبلاد الشام. رقم ثلاثة، حصل وباء الطاعون اللي ما كانش لسه خلص. وباء الطاعون ده استمر لحد عصر الملك رمسيس الثاني وكانوا بيحاولوا ان هم يعالجوه. رقم أربعة وده الأخطر بقى، ظهور قوة ناشئة عسكرية جديدة في الشرق الأدنى، قوة الآشوريين. الآشوريين بدأوا يظهروا في شمال العراق وبدأوا يهددوا مملكة الحيثيين. القوة دي لما ظهرت هتبلع قوة كانت موجودة، أكيد سمعتوا عنها قبل كده من أيام الملك أمنحتب الثالث، وهي قوة الميتانيين. الآشوريين قضوا على الميتانيين. الخبر سمع
في الشرق الأدنى. يبقى الأحسن ليا وليك إن احنا نعمل معاهدة سلام ونحافظ على المصالح التجارية المشتركة ما بين البلدين. سبب تاني، ظهور شعوب البحر في عصر الملك رمسيس الثاني وبداية هجمات شعوب البحر على بلاد الأناضول وعلى بلاد الشام، وحصلت بعض المناوشات في مصر في عصر الملك رمسيس الثاني. نتج عن هذا الكلام ان يقبل الملكين بعمل معاهدة سلام. تيك كير، معاهدة السلام عندي في مصر اتكتبت بطريقة، ومعاهدة السلام في بلاد الحيثيين اتكتبت بطريقة تانية خالص. بمعنى ايه؟ لو انا قريت النص المصري في ابو سمبل والكرنك مش هفهم منه ان دي معاهدة سلام خالص. النص بيقول ايه؟ ان الخاسئ في بلاد الحيثيين اللي هو ملك الحيثيين في مصر ارسل لي رسالة يقول لي ان الاله بعل غاضب علينا وان السماء لا تمطر ونحن نعيش في بؤس ونعيش في حزن، فلترضى عنا يا جلالة ملك مصر العليا والسفلى، يا صورة ست، يا صورة آمون، يا صورة رع، إني سآتي بنفسي لأخضع لك ولكي تمنحني نفس الحياة، سأهدي لك ابنتي لكي تتزوجها ولكي تمنحها نفس الحياة. النص المصري ما بيقولش إن دي معاهدة سلام. النص المصري بيقول في معبد أبو سمبل وفي معبد الكرنك إن ملك الحيثيين جاي بنفسه عشان يقدم بنته يهبها ليه، وإنه يديها اسم مصري وهو مقاط نفرو رع. النص المصري مش بيقول إن دي معاهدة سلام، وإنما بيقول إن ملك الحيثيين خاضع للسلطة المصرية، وإن هو هيجي بنفسه مصر عشان يقدم له بنته. الله أعلم هو جه ولا لا، لأن المصادر الحيثية بتقول حاجة تانية. المصادر الحيثية بتقول رسالة تأمين بيبعتها خاتو سيلي للملك رمسيس الثاني. انت رايح تقول للناس ان انا جاي اقدم لك بنتي عشان انت ترضى عني. ومعنى هذا الكلام ان المرسال بتاع الحيثيين رجع حكى لملك الحيثيين ما هو يدور في الرأي العام المصري. ومعنى هذا الكلام ان القصة هنا كانت عندي في وادي، والقصة كانت في بلاد الحيثيين بتتحكي بطريقة تانية. تعالوا نقرأ النص الحيثي. الملك الحيثي أخو للملك المصري، الاثنين هيقعدوا عشان يعملوا معاهدة سلام أبدية. لقد أيقن الملك الحيثي أن السلام خيرا من الحرب، وإن ستشهد على هذه المعاهدة 2000 إله مصري و2000 إله حيثي حتى لا يتم نقد بنود هذه المعاهدة. لأول مرة في تاريخ الشرق الأدنى القديم، دي مش أول معاهدة سلام، وإنما هي كان في معاهدات سلام قبل كده أفصح عنها الجانب الحيثي. ويقال أن أول معاهدة سلام بين مصر والحيثيين كانت في عصر الملك تحتمس الثالث، لما كانت مملكة الحيثيين مملكة ناشئة. لكن لأول مرة يتعمل معاهدة سلام ما تعتمدش على وجود ملك. يعني معاهدات السلام اللي فاتت كانت معتمدة على الملك اللي بيحكم أرض مصر. المرة دي هنعمل معاهدة سلام سواء رمسيس الثاني موجود أو هو مش موجود، المعاهدة دي إيه؟ سارية. ده الجديد اللي ظهر في معاهدات السلام. بنود معاهدات السلام إيه هي؟ القادش: 1. إذا حصل مجاعة في مصر أو في بلاد الحيثيين يتفضل ملك مصر أو يتفضل ملك الحيثيين بإرسال قمح كافي لدرء خطر المجاعة. هنا هتلاحظ ان البنود المعاهدة مش بتذكر اسم ملك محدد، لأن المعاهدة هنا ايه؟ سارية المفعول بصرف النظر عن اسم الملك. 2. إذا اعتدى عدو على بلاد الحيثيين وإذا اعتدى عدو على مصر يتدخل الملك الآخر لحماية الملك أخوه. ده البند رقم 2. طيب البند رقم 3: لا يمنح حق اللجوء السياسي لأي معارض ولكن على شرط. لا يمنح حق اللجوء السياسي لأي معارض ولكن على شرط.
هذا المعارض السياسي عندما يسلم لبلده يعامل معاملة حسنة ولا يتم إيذاؤه أبدا. يعني بمعنى أدق، الملك رمسيس الثاني عايز يقول لخاتو سيلي أنا هديك الولد اللي أنت مش راضي عنه، بس على شرط ما تأذوهوش وتعاملوا معاملة إيه؟ حسنة. فدي أهم بنود معاهدة السلام ما بين مصر وبلاد الحيثيين. مصر ما كتبتش بنود المعاهدة في المعاهد. المعاهدة اتكتبت بطريقة تانية خالص زي ما قلت لكم، اللي هي إيه بقى؟ إن الملك الحيثي بيرسل رسالة للملك المصري بيقول له إن الإله بعل غاضب علينا في بلاد الحيثيين، وأن السماء لا تمطر، وأننا نعيش في بؤس ومجاعات منذ أن غضب علينا جلالة ملك مصر العليا والسفلى. امنحنا نفس الحياة، سآتي بنفسي لكي أقدم لك بنتي حتى تمنحها نفس الحياة. يعني النص كله ماشي بطريقة مختلفة تماما عن البنود المعاهدة اللي ظهرت في بلاد الحيثيين. وجد نص المعاهدة في تركيا في منطقة اسمها بوغازكوي. بوغازكوي في تركيا. طيب، هخلي بالي من حاجة مهمة. لأول مرة يتم قدح قوات وجنود الجيش على جدران معبد مصري قديم في رأيين. الرأي الأول وهو يان أسمن شايف إن السبب في هذا الكلام إن رمسيس الثاني حب ينهي الحالة العسكرية وحالة الحرب والنزاع اللي كانت موجودة ما بين مصر والحيثيين، والإعلان عن السلام المصري على الطريقة المصرية، فاضطر إن هو يقدح في الجيش أمام الرأي العام المصري عشان يبرر معاهدة السلام اللي هتتعمل مع الحيثيين. ده رأي دكتور يان أسمن. في رأي تاني وهو إن في صراع خفي ما بين كهنة آمون وما بين رجال الجيش. الصراع ده هو المعاهدة دي كتبت فين؟ القصة بتاعت قادش دي كتبت فين؟ في المعابد. مين اللي مسيطر على المعابد دي؟ كهنة آمون. هم عايزين يقولوا ايه؟ ان اللي انقذ الملك في ميدان القتال هو مين؟ هو آمون رع. الأسطورة المصرية بتروج لمين؟ لآمون. من الذي أنقذ الملك في معركة قادش وفقا للنص المصري؟ المعبود آمون رع. ان هنا في صراع خفي ما بين الطبقة العسكرية والطبقة الكهنوتية، وان الطبقة الكهنوتية هي اللي كتبت نص معركة قادش على جدران المعابد المصرية القديمة، وألقت باللوم على الطبقة العسكرية في صالح المعبود آمون وكهنة آمون. في هذه الحالة انه يعتبر بيرد الفضل لآمون رع ضد الجيش نفسه في تلك الفترة، انه صراع خفي ما بين الطبقة الكهنوتية الآمونية والطبقة العسكرية. سؤال هنا مهم جدا. أنا هصور معركة قادش، عندي مشكلة، أحداث كتيرة جدا أنا حكيتها لكم. إزاي هنحول النصوص بتاعة معركة قادش لمناظر؟ مشكلة كبيرة. إزاي هقدر أحول نص المعركة لمناظر؟ سؤال. هل هحول كل نصوص معركة قادش لمناظر؟ صعب جدا. فأنا هعمل إيه بقى؟ هنتقي من هذه النصوص أهم الأحداث، وهحول أهم النصوص لمناظر عسكرية تشاهد على جدران المعابد. مش كل نص هيتحول لمنظر، إنما أهم النصوص فقط اللي هتتحول إلى مناظر. تاني حاجة، لأول مرة في تاريخ الفن المصري القديم هنعمل مناظر في حيز واحد. قبل كده مناظر المعارك الحربية تتعمل ايه؟ منظر ورا التاني ورا التالت ورا الرابع ورا الخامس، كأنها قصة. إنما لأول مرة سيتم تصوير مناظر معركة قادش في إطار واحد. دي مشكلة. مطلوب من الفنانين اللي هيشتغلوا في معركة قادش إن هم يستوعبوا تماما القصة ويستوعبوا النص بتاع القصة. مطلوب منكم
ان كنتوا تعملوا لي المناظر اللي انا هقول لكم عليها. مش كل مناظر معركة قادش هتترسم على جدران المعابد المصرية. فهنا مغامرة فنية بكل المقاييس، فيها صعوبات كبيرة. مغامرة فنية ليه؟ لأن أنا ما عملتش قبل كده معركة وصورتها في إطار واحد. ده أنا هصور لحظات مختلفة في أماكن متعددة، كل ده في إطار إيه؟ واحد. هصور أكتر من زمان وأكتر من مكان. مطلوب مني إن أنا أحقق المعادلة الصعبة دي، وفي نفس الوقت هنصور الملك وهو بينتصر على الأعداء. عشان كده أقدر أقول إن تصوير مناظر معركة قادش لم يكن بالسهولة الهينة أبدا، لأن مطلوب مني إن أنا أفهم التفاصيل بتاع معركة قادش صح. المشكلة الثانية، وأنا هشرح لكم في الجزء الثاني إن شاء الله بعد البريك، عايزين نعرف ترتيب المعركة. إيه هو المعيار بتاع الفنان اللي هيخليه يحط المنظر ده هنا والمنظر ده هناك؟ طب ليه المنظر اللي حطه هنا ما حطوش هناك، وليه المنظر اللي حطه هناك ما حطوهوش هنا؟ وليه المنظر اللي عمله هنا، ليه الملك هنا حجمه صغير، ليه الملك هنا حجمه كبير، ليه الملك هنا حجمه نص نص؟ طب ايه اللي خلى الملك يتحرك من هنا لهنا؟ اللي خلى الملك يروح في الاخر يبقى حجمه صغير خالص هناك؟ الله. طيب ليه هصور الحيثيين احيانا في وضع ايجابي؟ هيظهر لاول مره في تاريخ الفن المصري القديم ان الفنان المصري بيعترف ان في حاله تكافؤ في الهجوم، زي ما هنشوفها في الجزء الثاني من المحاضره. عشان كده بنقول عليها مغامره فنيه جديده بكل ما تحمله المعنى من كل ما تحمله الكلمه من معنى، لان في هذه المغامره الفنان المصري هيفرز بعض المفاهيم الفنيه الجديده اللي هنتكلم عليها ان شاء الله في الجزء الثاني من المحاضره.